وازاي تاخد صوره تاثر تلفت تشد عين الناس. ان شاء الله في الفيديو ده هقولك على اشهر قواعد التصوير بالموبايل او بشكل عام، واللي لو فهمتهم ونفذتهم مستواك هيعلى في التصوير وهيبقى في ليفل تاني ان شاء الله. فيديو تاني ومعكم الهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم الهامي. هوايه التصوير بالموبايل واحده من احلى الهوايات واللي منتشره في الوقت الحالي بشكل كبير، فالناس بتسعى بانها تتعلم حاجه مهمه جدا الا وهي قواعد التصوير. طيب ايه هو معنى قواعد التصوير؟ انك ازاي تحط العناصر اللي موجوده في الصوره جنب بعض وبترتيب معين، وكل ده عشان تعمل جو معين في الصوره بتاعتك. وبمجرد انك تفهم قواعد التصوير هيبقى عندك القدره انك تميز السر اللي بيميز الصور عن بعضيها، ودي بدايه احترافك التصوير. وبكده تقدر تحول اي صورة عادية الى صورة فنية احترافية. جميل جدا. ايه بقى اهمية قواعد التصوير؟ بكل بساطة قواعد التصوير هي اللي بتعرفك ايه اللي تضيفه في الصورة بتاعتك، وازاي ترتب العناصر جوه الصورة، وازاي تاخد صورة تأثر تلفت تشد عين الناس. فقواعد التصوير هي عبارة عن نصائح واللي هتطورك في التصوير، واللي هنشرحها في الفيديو ده ان شاء الله. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي. تشرفني وتنورني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. واول قاعدة معانا وهي قاعدة الاثلاث اللي هي الشبكه او الجريد، ودي اشهر قاعده من قواعد التصوير واللي انت قد تكون بتستخدمها وانت مش عارف، واللي موجوده في كل الموبايلات. طيب ايه فايده القاعده دي؟ هقول لك ان العلماء اكتشفوا في ابحاثهم ان اي صوره الناس بتشوفها عين الناس دي بتبص على اجزاء معينه في الصوره، فانت بتخلي العنصر بتاعك اللي في الصوره على نقطه من الاربع نقط واللي انت شايفهم دول، وتبعدهم عن مركز الصوره اللي هو اللي في النص ده، وده هيعمل فراغ في الصوره. الفراغ ده هيعمل سسبنس، تشويق للعنصر الرئيسي اللي في الصوره بتاعتك. وتاني قاعدة معانا وهي قاعدة التوازن. القاعدة دي صريحة جدا وتقول لك حط العنصر الرئيسي في نص الصورة وما تسيبش اي فراغات. تحس كده ان هي بتقول لك انا لا عايزة تشويق ولا مراوغة، حطها لي في نص الصورة. ويا سلام بقى لو تخلي الشمس او اي مصدر اضاءة ورا العنصر الرئيسي بتاعك في الصورة عشان تشد الانتباه للحاجة اللي انت عايز تصورها اكتر واكتر، فاهمني؟ وهنا هنملي كل الفراغات وهنعمل تركيبة متوازنة في الصورة، ودي صور تم استخدام فيها قاعدة التوازن. بص كده. تالت قاعدة معانا وهي قاعدة التماثل. في القاعدة دي انت بتخلي العنصر الرئيسي بتاعك في نص الصورة، وبتضيف حاجة مهمة جدا الا وهي ان يكون في انعكاس للحاجة اللي انت عايز تصورها على شباك، بحر، بحيرة، شوية مية. اهم حاجة يبقى في انعكاس، بمعنى ان انت عندك مثلا صورة زي دي، صورة الجبل وعليه الانعكاس بتاعه على المية. لو انت رسمت خط في نص الصورة كده فانت حرفيا ممكن تطبق الصورة على بعض، ولو قلبت الصورة هتديك نفس الصورة برضو تقريبا. الفكرة اصلا في الانعكاس ان هو بيدي منظر حلو للصورة بتاعتك. وبرضو قاعدة التماثل ممكن تستخدمها في حاجة زي كده، لو قسمت الصورة من النص تطبق الصورة كده. من اسمها كده قاعدة التماثل، في حاجتين متماثلتين شبه بعض، ودي صور تم استخدام فيها قاعدة التماثل. ورابع قاعدة معانا وهي قاعدة الخطوط الرائدة. في القاعدة دي احنا بنستخدم المسارات، الشوارع كخطوط رئيسية في الصورة عشان نكون صورنا، والهدف من استخدام الخطوط دي هو جذب انتباه المشاهد إلى عمق الصورة، ودي واحدة من أحلى قواعد التصوير اللي الناس بتستخدمها عشان سهلة جدا. خامس قاعدة معانا وهي قاعدة الإطار أو التقطير، والقاعدة دي من أحلى قواعد التصوير. عشان إحنا مثلا عندنا حاجة أو منظر عايزين نصوره، ما بتروحش تصوره على طول، لا أنت بتشوف مثلا شباك أو باب أو حيطة بحيث إن هي تعمل إطار للمنظر أو الحاجة اللي أنت عايز تصورها. عندنا مثلا برج إيفل اللي في الصورة دي، فبدل ما تصوره على طول أنت تخليه جوه الإطار ده أو الحيطة دي. ودي شوية صور تم استخدام فيها قاعدة الإطار أو التقطير، إن أنت تحيط الحاجة اللي أنت عايز تصورها بأي إطار. والصور اللي بيتم فيها استخدام قاعدة التقطير بتكون مريحة للعين، لأن الإطار بيعتبر جزء من الصورة. وسادس قاعدة معانا وهي قاعدة ملء الإطار. في القاعدة دي كل ما عليك إنك تملي الصورة بالحاجة اللي أنت عايز تصورها وما تسيبش أي مكان فاضي، وده عن طريق إنك تقرب الكاميرا من الحاجة اللي أنت عايز تصورها عشان تملي الصورة، فده بيساعد على إبراز التفاصيل اللي في الصورة، يعني شغل مايكرو وكده. ودي صور تم استخدام فيها قاعدة ملء الإطار، والقاعدة دي تعتبر من أحلى قواعد التصوير بالنسبة لي لأن صورها بتكون جميلة جدا.
واهم قاعده من قواعد التصوير ان تخلي صورك بسيطه ومش معقده، واوعدك هتشد الناس. واهم حاجه برضو انك لازم تتعلم الايديت او تعديل الصور، والفيديو ده هيساعدك بشكل كبير جدا، لازم تتفرج عليه عشان هيعلمك تعديل الصور من الصفر للاحتراف. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين اعمل فيديو عن موضوع معين اكتبوه في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. كان معاكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.